السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 7 أكتوبر اليوم ذكرى مرور 2 عام كاملين على بدء حرب الإبادة ضد غزة، أصعب مذبحة في تاريخ البشرية، وكلها مذاعة على الهواء أمام عيون 7 مليار نسمة في هذا العالم الظالم. مذبحة مات فيها أكثر من 100,000 شخص شهداء، مات فيها أكثر من 1000 بطل رياضي شهداء في مختلف الألعاب من أهل غزة. مذبحة لا يعلم أحد إلا الله متى ستنتهي وكيف ستنتهي. إن شاء الله تكون النهاية وشيكة جدا جدا جدا. أكبر جريمة تلاعب، أكبر جريمة تزوير في تاريخ كرة القدم المصرية. قيد اتحاد كرة القدم للاعب الكيني أوشينج في قائمة الزمالك تحت 20 سنة للموسم الحالي بعد نهاية فترة القيد رسميا بدعوى أنه لاعب حر غير متعاقد مع أي نادي، جريمة تزوير كاملة الأركان. أوشينج موجود حاليا في قائمة الزمالك، بل كان موجودا في مباراة غزل المحلة الأخيرة في القائمة قبل أن يطالب المراقب إدارة الزمالك بإخراجه حتى لا يخسر الزمالك المباراة. نادي سوفاباكا الكيني اللي كان بيلعب له اللاعب أوشينج، واللي باع اللاعب إلى نادي الزمالك بعد إغلاق باب القيد، نادي سوفاباكا فجر المفاجأة وكشف التلاعب إن أوشينج لم يكن لاعبا حرا. أوشينج كان لاعبا مقيدا في صفوف نادي سوفاباكا. الزمالك اشترى أوشينج، الزمالك ما خدش أوشينج كلاعب حر، الزمالك اشتراه، ونادي سوفاباكا فجر المفاجأة اللي ممكن توقف نادي الزمالك عن القيد لموسمين متتاليين مهما دام عمل، وتعرض اتحاد كرة القدم المصري لغرامة ضخمة من الفيفا. سوفاباكا طلب رسميا من نادي الزمالك المستحقات المتأخرة عن بيع اللاعب. كالعادة الزمالك هرب ونصب ووعد وما دفعش. سوفاباكا بيؤكد انه هيرفع شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم. هذه الشكوى دليل دامغ على تلاعب الزمالك واتحاد الكرة، لأن الشكوى الرسمية من سوفاباكا للفيفا ضد الزمالك هتشمل العقد الموقع بين الناديين لشراء اللاعب، ما يؤكد ان اللاعب لم يكن مطلقا لاعبا حر على الإطلاق. نادي سوفاباكا مع العقد اللي بيؤكد انه باع أوشينج للزمالك ما كانش لاعب مالوش نادي، إلا على أساس كده الزمالك تلاعب وأيده في صفوفه، فانكشفت أخيرا القذارة. ما عندناش وزير للرياضة يفتح الملف القذر للصفقة وللتلاعب لأن أشرف صبحي زملكاوي. ما عندناش لجنة أولمبية تفتح الملف القذر لأن رئيس اللجنة الأولمبية ياسر إدريس زملكاوي. ما عندناش اتحاد كورة يفتح الملف القذر للتلاعب لأن هاني أبو ريدة وعصابة اتحاد الكورة زملكاوية. ما عندناش إعلام يفتح ملف القذارة لأن المتحدة والجهة السيادية زملكاوية. ما حدش هيفتح الموضوع، وسوفاباكا هيشتكي الزمالك في الفيفا وهيقدم العقد الرسمي للبيع، العقد اللي يؤكد ان الزمالك يجب ايقافه رسميا. ولكن مين اللي هيشتكي؟ محدش هيشتكي، محدش هيفتح الموضوع. الموضوع هيعدي زي ما بيع ارض اكتوبر لمستثمر علشان عمل مجمع سكني على ارض الدولة هيعدي، زي ما رشوة الحكام بتعدي ورشاوي اتحاد الكرة بتعدي ورشاوي اللاعبين والأندية بتعدي، زي ما كل مخالفة بشعة بيعملها النانوس بتعدي. في الآخر نادي سوفاباكا الكيني عايز فلوسه من الزمالك، فلوس بيع اللاعب أوشينج اللي الزمالك مأيده في اتحاد الكرة على انه لاعب مالوش نادي. وفي الاخر خالص 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 هيطلع
100,000 زملكاوي على الشاشات وعلى الصفحات يقولوا الزمالك مظلوم والخفيفي هيهرتل ويهرتل، والناس هتصدقوا لأن الزملكاوية يحبوا اللي يضحك عليهم. إبراهيم عادل اسم بقاله 2-3 بيلمع في كرة القدم المصرية. إبراهيم عادل نجم منتخب مصر الموجود حاليا في المغرب في مباراته بكرة ضد جيبوتي للتأهل لكأس العالم 2026. عايز النهاردة اتكلم على اخر ماتش للنادي الاهلي. طبعا حد يقول لي الموضوع متأخر والموضوع انتهى عليه وقت طويل والكلام ده، لكن اللي لفت نظري ان الكابتن عماد النحاس عامل شغل عالي جدا جدا، عامل مباريات قوية. والنادي الاهلي كل لما بيقع، واي نادي ممكن يقع ويرجع تاني، لكن النادي الاهلي كل ما بيقع يقول لك احنا عايزين مدرب اجنبي. طب يا عم، طب احنا خلاص احنا استقرينا على مدرب اجنبي. يجي المدرب الاجنبي يحصل دروب في التاني في التالت، المدرب يمشي. يجي مين البديل بقى اللي بينقذ الاهلي؟ هو الكابتن عماد النحاس. الراجل ده يا جماعة والله مش واخد حقه. الراجل ده حقه ضايع مع انه بينقذ الاهلي. بنشوفه لما بيكون موجود، مثلا مدرب مشي يجي الكابتن عماد النحاس احتياطي يمسك مؤقتا مثلا، ينعنش اللعيبة. يعني فاهم اللعيبة كويس، متفاهم مع اللعيبة. طب احنا ليه ما نخليش الكابتن عماد النحاس هو المدرب للنادي الاهلي على طول؟ مش فترة مؤقتة مثلا لحد ما يجيبوا مدرب اجنبي. عايزين نفهم. فالاعلام الاهلاوي محترم، واحد زي مثلا كابتن كبير علاء صادق ما بيعجبوش الحل المايل زي ما بقول. فشايف ان وجود الكابتن عماد النحاس مع النادي الاهلي هيدي قوة وهيدي دفع اللاعبين النادي الاهلي الى الامام. طبعا خصوصا بعد فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك، وكانت حفلة كبيرة جدا جدا للنادي الاهلي بعد طبعا تغيير ونزول حسين الشحات اللي عمل قلبان وعمل لخبطة للزمالك وصنع الفارق وجاب هذا، يعني ما شاء الله، يعني خلى هو سبب فوز النادي الاهلي على الزمالك. على علم ان كان حكم المباراة كان في كرات كتير جدا كان بيتغاضى عنها، وكان في كان في ظلم بين على النادي الاهلي. فنتفرج على الفيديو الاخر. لا عليك تشوف القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.